المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة لبذل الجهود حول بدء الأطفال التعليم في العمر المحدد في القشبركة. غرس 150 ألف شتلة في مديرية حال حالي وعلى برعد عبر الحملة الخضراء. ميركل تطلب من بوتين في زيارتها الوداعية لموسكو للحوار. المبعوث النووي الأمريكي يصل إلى سيول لعقد محادثات. وحالة التأهب على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اضطراب العاصفة هنري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نسهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم 22 من أغسطس في مراكز العزل في أقاليم الأوسط والقشبركة وعنصبة أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا، وقد ظهرت إصابة في أسمرة بالإقليم الأوسط، وإصابة واحدة أيضا في قرمايكا بإقليم القشبركة، وكذلك إصابة واحدة في عتكرزان بإقليم عنصبة. في غضون ذلك شفي 5 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6623 شفي منهم 6560، وتوفي 37 مريض كورونا، فيما لا يزال 21 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من أغسطس 2021. دعا الاجتماع التقييمي المنعقد في 18 من أغسطس بمدينة بارنتو حاضرة إقليم القشبركة، دعا لبذل مساعي حسيسة ومنظمة لبدء الأطفال التعليم في العمر المحدد، إلى جانب الجهود الجارية لتوسيع الخدمات التعليمية في الإقليم. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم السيد محمد علي إبراهيم الجهود الجارية لخلق بيئة صلبة بهدف حصول المواطنين التعليم عن كثبة، وقد أثمرت تلك الجهود بناء 36 مدرسة جديدة وروضة أطفال على مستوى الإقليم، لتصل أعداد المدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية إلى 547 مؤسسة تعليمية. وأشار السيد محمد علي إلى أن بلوغ أعداد الطلاب في الإقليم 152 ألف طالب، بينهم حوالي 45% طالبة، وبما أن دور المدارس الداخلية مهم في مساهمة واستمرارية الطلاب، يجري بناء مدرسة داخلية جديدة، موضحا بأن المواطنين قدموا دعما عينيا وماليا ما قيمته أكثر من 2.4 مليون نقفة ساهم بفعالية في العملية التعليمية. من جهته قال مسؤول وحدة البحوث والتأهيل والخطط في المكتب الأستاذ حيل أبهبتاي أن 240 مدرسة على مستوى الإقليم تقدم الخدمات التعليمية لطلاب يقل عددهم عن معذورها، منوها بأن الأطفال الذين يبدأون التعليم في العمر المحدد قليل جدا بالنظر إلى الفرص المتاحة، لذلك يتطلب بذل جهود حسيسة لتحسينها. وذكر مسؤول برنامج تعليم الكبار في الإقليم السيد إسحاق يوسف فتح 459 نقاط محو الأمية في مديريات أغوردات وبارنتو وغونيا وهيكوتا وغلوج لإعادة الطلاب الذين قاطعوا التعليم بمختلف الأسباب، والذين فاتهم التعليم في العمر المحدد من الكبار والأطفال، و140 نقطة لبرنامج عريوت. ويجري العمل لتوسيع البرنامج إلى كافة المناطق والضواحي. وقد ألقى حاكم الإقليم السفير محمود حروي كلمة الختام، دعا فيها الجهات المعنية للعمل المنسق من أجل إعادة أكثر من 95 ألف طالب الذين أكدت الدراسات مقاطعتهم التعليم.
احتضنت مدينة أفعبت في 17 من أغسطس جلسة حول العمل الجاد بخصوص قضيتي الشباب والمرأة، وقد شارك في الاجتماع مدراء مديريات أفعبت ونعفة وقرورة وأضبحة، وكذلك سكرتيريات الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة الناشطين في تلك المديريات. وحفل الاجتماع بتقييم أنشطة الجبهة الشعبية النصف الأولي في المديريات الأربع، وبحث خطة عمل النصف الثاني. وقدم مسؤول أعصام الشؤون السياسية والتنظيمية في الإقليم تقارير العمل وبرامج العمل الموضوعة للتنفيذ وطرق تنفيذها، وكذلك السبل التي يجب اتخاذها لإصلاح النواقص والقصور. كما قدمت في الاجتماع آراء وأفكار حول تقوية تنظيمات الجبهة وتعزيز الاتحادات الوطنية كالشباب والمرأة، وقد أجرى المشاركون تلك الأفكار بحوثا. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيد رزاني أدوناي، أوضح فيها بأن قضية المرأة والشباب وكذلك تعزيز تأطير المؤسسات من المجالات التي تعطى الأولوية مستقبلا. شهدت مناطق مديريتي حلحل وإلى برعد في إقليم عنسبة تسيير أنشطة واسعة وفاعلة تمثلت في التشجير وإصلاح مجاري المياه، وقد نفذت عبر الحملة الخضراء. ووفق التقارير الواردة، شهدت مناطق ملبسو وحلحل وفنشبكو وماء والد وقرصت وإن ركوبات ورهي وقبي ألبو تسير أنشطة فاعلة بدءا من منتصف شهر يوليو المنصرم واستمرت لشهر كامل. وافادت المعلومات الواردة من مكتب الزراعة في المديرية غرس حوالي 133 ألف شتلة وبناء مدرجات وحواجز مائية في المزارع. وشهد مدير المديرية السيد قرماسون أبرهة بالاهتمام الذي أبداه المواطنون في أعمال غرس الشتول، داعيا المجتمع وخاصة المزارعين ومدراء الضواحي لتعزيز دورهم من أجل العمل المضاعف لحراستها ورعايتها. في غضون ذلك، أفاد مكتب الزراعة في مديرية إلى برعد تنفيذ أعمال فاعلة تمثلت في إعداد 22 ألف حفرة وغرس 16 ألف شتلة ورعاية حوالي 5000 شجرة عبر 10,050 طالب مشارك في الحملة بإشراف المعلمين والخبراء الزراعيين. كما تم بناء مدرجات قنواتية بطول حوالي 6500 متر و7235 متر مدرجات حجرية و669 متر مكعب من الحواجز المائية وقنوات بطول 986 متر لمكافحة الطرق من الانجراف. وأوضح مدير مديرية مدرسة عوت الثانوية الأستاذ أمانويل زمكيل أن الأشجار المغروسة في مدرستهم حققت نتائج جيدة بفضل الرعاية اللازمة التي قاموا بها. دعا المشجرون المتطوعون في مديرية قلعلو إقليم شمال البحر الأحمر أن المبادرات الشخصية المتخذة لغرس الشتول وتنفيذ برامج التشجير بصورة واسعة يتطلب العمل الجاد لتحقيق نتائج ملموسة. إن الجهات الساعية لتنمية بلدة قلعلو بمبادرات خاصة رغم صعوبة مناخ المنطقة الحار ومواجهة التحديات والصعاب، إلا أن الإرادة والعزيمة تجعل من المستحيل واقعا ملموسا، مناشدة لإنشاء لوحة تسهم في تنفيذ أعمال جادة وتنظيم توعية مكثفة لغرس الشتول التي تتناسب مع مناخ وتربة المنطقة على المستوى الأهلي في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية. وأضافوا بأن المنطقة لا تشهد تسيير أنشطة التشجير بالمستوى المطلوب، داعين الجهات المعنية لوضع خارطة عمل جادة من أجل تنفيذ برامج التشجير الجارية على مستوى البلاد بشكل واسع على مستوى المديرية. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، تفضلوا بالبقاء معنا.
على الصعيد العالمي، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها الوداعية لموسكو وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع الزعيم الروسي إلى الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، مع تشديدها في الوقت نفسه على وجوب التحاور مع روسيا. وفي اللقاء الأخير بينهما والذي يدعو حدا لنحو 16 عاما من العلاقات الثنائية التي تأرجحت بين التوتر والتعاون، تباحث الزعيمان في شأن الأزمة الأفغانية والنزاع في أوكرانيا والقمع السياسي في بيلاروس. وإلى جانب أفغانستان ومسألة أليكسي نافالني، تناول الزعيمان ملف النزاع الشائك في أوكرانيا. واعتبرت المستشارة الألمانية أنه يجب إبقاء مفاوضات السلام حول شرق أوكرانيا مستمرة رغم بطء تقدمها الناتج من التوتر الروسي الأوكراني، لكن رغم القضايا الخلافية تجمع نقاط عدة بينهما، فقد فرض على الولايات المتحدة والأوروبيين وأوكرانيا خط أنابيب بحريا للغاز نورد ستريم 2 يزيد إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا لعقود مقبلة. وصل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم إلى سيول لعقد محادثات مع كل من نظيريها الكوري الجنوبي والروسي، حيث يسعون إلى إعادة كوريا الشمالية إلى الحوار وسط تجدد التوترات بسبب المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين سيول وواشنطن. وتأتي زيارة كيم الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى إندونيسيا وسط رد فعل كوريا الشمالية الغاضب من المناورات العسكرية، حيث وصفتها بأنها أوضح تعبير عن السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشمال، وحذرت من حدوث أزمة أمنية خطيرة. وأضاف أن زيارته إلى سيول ستكون زيارة مثمرة للغاية. وقد أصدرت كوريا الشمالية تحذيرا ملاحيا في أوائل هذا الأسبوع للسفن قبالة الساحل الشرقي، في إشارة محتملة إلى أنها تستعد لإجراء اختبار للأسلحة. وضع جزء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما في ذلك مدينة نيويورك في حالة تأهب مع اضطراب العاصفة هنري التي يتوقع أن تتحول إلى أول إعصار يضرب منطقة نيولاند منذ عقود. وحذر خبراء الأرصاد من رياح عاتية وخطر حدوث فيضانات مفاجئة وارتفاع مستوى مياه البحار مع بدء العاصفة في المحيط الأطلسي. وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن رياحا تبلغ سرعتها حوالي 110 كيلومترا في الساعة ترافق هنري وتهدد نيويورك وولاية نيو إنجلاند المجاورة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق. هذا وأعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن غريس تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية. وقال المركز إن غريس تحول بسرعة إلى إعصار كبير، ومن الأعاصير بعد ذلك عبر شبه جزيرة بيوكاتان المكسيكية بدون أن يسبب خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة. أعلنت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري إيلين ماكرورتي أن شخصا من كل 3 أشخاص يعاني من انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد بسبب عوامل عدة مرتبطة بالحرب في البلاد وتداعيات الاحترار المناخي. وشرحت المسؤولة أنها تريد البقاء في البلاد والحفاظ قدر الإمكان على نشاط برنامج الأغذية العالمي إزاء السكان الأكثر هشاشة بسبب تمرد حركة طالبان وانتصارها في النزاع، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين. إلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 يعاني البلد من موجة جفاف هي الثانية في غضون 3 سنوات، ولم يتعافى السكان كليا من عواقب الجفاف في 2017-2018 على حد قول المسؤولة الأممية. قبل ختام هذه النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة لبذل جهود حول بدء الأطفال التعليم في العمر المحدد في الكشبركة.
غرس 150 ألف شتلة في مدينة حلحل وإلى برعد عبر الحملة الخضراء. ميركل تطلب من بوتين في زيارتها الوداعية لموسكو للحوار. المبعوث النووي الأمريكي يصل إلى سيول لعقد محادثات. وحالة التأهب على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اضطراب العاصفة هنري. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة هذه الفترة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.